قصة جديدة معانا اسمها الحب المفقود Lost Love read by Mr. حازم منصور. Chapter 1 First Meeting with the Mary. الفصل الأول، المقابلة الأولى مع ماري. There things happened to me nearly 10 years ago. في حاجات حصلت لي من 10 سنين فاتوا. I lived in a city. أنا كنت عايش في مدينة أو أنا عشت في مدينة but the city was hot in summer. لكن المدينة كانت حر في الصيف. I wanted to see the country. أنا كنت عايز أشوف الريف. I wanted to walk in the woods and see green trees. أنا كنت عايز أشوف الريف. I wanted to walk in the woods and see green trees. أنا كنت عايز أتمشى في الغابة وأشوف الأشجار الخضراء. I had a little red car. أنا عندي عربية صغيرة لونها أحمر. And I had a map too. ومعايا برضو خريطة. I drove all night out into the country. أنا كنت سايق طول الليل في الريف. I was happy in my car. أنا كنت مبسوط في العربية بتاعتي. We had a very good summer that year. الصيف اللي احنا قضيناه كان صيف جميل قوي السنة ديت. The country was very pretty in the early morning. الصبح بدري في الريف كان الجو جميل جدا. The sun was hot. الشمس كانت حامية. And the sky was blue. والسما كانت زرقاء. I heard the birds in the trees. أنا كنت سامع صوت العصافير وهي في الأشجار. And then my car stopped suddenly. وفجأة بعد كده إيه اللي حصل؟ إن العربية بتاعتي وقفت فجأة. What's wrong? I thought. يا ترى في إيه المشكلة؟ أنا قعدت أفكر. Oh dear, I haven't got any petrol. Oh dear بيقصد هنا بيها العربية. I haven't got any petrol يعني أنا ما كانش معايا أي بنزين فيها أو ما كانش فيها بنزين. Now I'll have to walk. ودلوقتي المفروض إن أنا همشي. I'll have to find a town and buy some petrol. المفروض إن أنا هروح المدينة وأبحث عن بنزين للعربية. But where am I? بس أنا فين؟ هو طبعا كان تايه في الريف وما كانش عارف هو فين. I looked at the map. أنا بصيت في الخريطة. I wasn't near a town. أنا ما كنتش قريب من المدينة. I was lost in the country. أنا كنت تايه في الريف. And then وبعد كده I saw the girl. أنا شفت بنت. She walked down the road. كانت ماشية في الطريق. With flowers in her hand. وكان معاها ورد في إيديها أو كان معاها زهور في إيديها. She wore a long dress. كانت لابسة فستان طويل. And her hair was long too. وكان شعرها طويل برضه. It was long and black. شعرها كان لونه أسود وطويل. And it shone in the sun. وكان بيلمع في الشمس. كان شعرها بيلمع في الشمس. She was very pretty. كانت جميلة قوي أو كانت أنيقة جدا. I wanted to speak to her. أنا كنت عايز أكلمها. So I got out of the car. وعشان كده أنا خرجت برا العربية. Hello I said. قلت لها إزيك. I'm lost. Where am I said. قلت لها أنا تايه. هو أنا فين. She looked afraid so I spoke quietly. كان باين عليها إن هي خايفة فعشان كده اتكلمت بالراحة. I haven't got any petrol. بيقول لها أنا مش معايا بنزين في العربية. Where can I find some? يا ترى ألاقي فين بنزين. Her blue eyes looked at me and she smiled. بصت لي بعينيها الزرقاء وضحكت أو ابتسمت. She's a very pretty girl I thought. وجالي تفكير كده في بالي وقلت دي جميلة جدا. البنت دي جميلة جدا. I don't know she said. هي ردت عليه وقالت له أنا معرفش تلاقي فين بنزين.
Come with me to the village. قالت له تعالى معايا للقرية. Perhaps we can help you. إذ ربما نقدر نساعدك هناك. I went with her happily. أنا مشيت معاها وكنت مبسوط. And we walked a long way. وتمشينا طريق طويل. There isn't a village on the map I thought. ما كانش فيه قرية على الخريطة. وقعدت أفكر. Perhaps it's a very small village, she said. فهي ردت عليه وبتقوله معلش ممكن عشان هي قرية صغيرة فممكن مش موجودة على الخريطة. Chapter 2 الفصل الثاني Perhaps village. Perhaps village يعني إذ ربما في قرية هناك. There was a village. فعلا كان في قرية. And it was old and pretty. وكانت قديمة بس كانت القرية جميلة جدا. The houses were black and white and very small. البيوت اللي في القرية كانت سودة اسود في أبيض وكانت صغيرة جدا. There were a lot of animals. كان في حيوانات كتيرة هناك في القرية. The girl stopped at a house and smiled at me. البنت وقفت عند بيت وابتسمت لي. Come in please, she said. قالت لي اتفضل ادخل لو سمحت. I went in. أنا دخلت. The house was very clean. البيت كان نظيف جدا. But it was strange too. لكنه كان غريب برضو. There was a fire and some food above it. كان في البيت شوية أكل كده وكانت النار والعة. I felt hungry then. ريقه جري كده وكان جعان. أنا شعرت بالجوع لما أنا شفت الأكل وكده. That's strange, I thought. حاجة غريبة. قعدت أفكر. They cook their food over a wood fire. هما بيطهوا الأكل بتاعهم على نار الخشب. Perhaps they have no money. إذا ربما معهمش فلوس. طبعا معهمش فلوس يجيبوا مثلا بوتاجاز أو كده. I met her father and mother. أنا قابلت باباهم ومامتها and I liked them. وبصراحة أعجبت بيهم. They were nice people. هما كانوا ناس جميلة جدا. But their clothes were strange. لكن لبسهم كان غريب. Sit down, said the old man. باباها كان راجل كبير وقال لي اقعد أو اتفضل اقعد. وسألني وقال لي Are you thirsty after your walk؟ قال لي انت عطشان بعد المشي اللي انت مشيته الطويل ده. He gave me a drink and I said thank you. هو اداني حاجة اشربها وبعد كده انا قلت له شكرا. But the drink was strange too. لكن المشروب اللي انا شربته كان طعمه غريب. But the drink was strange too. It was dark brown and very strong. كان لون المشروب اللي انا شربته بني غامق وكان قوي جدا. I didn't understand. أنا مكنتش فاهم. But I was happy there. بس أنا كنت مبسوط عندهم. I asked about petrol. أنا سألتهم عن بنزين. But the old man didn't understand. لكن الراجل الكبير دوت ما قدرش يفهمني. petrol he asked. قال لي بنزين. What is that؟ قال لي إيه ده؟ بنزين إيه؟ This is strange I thought. فكرت كده قلت هو إيه الغريب في كده يعني. Then I asked Do you walk everywhere؟ وبعد كده سألته قلت له أنت بتمشي في كل مكان يعني تعرف الدنيا هنا فيها إيه وكده. The old man smiled. الراجل الكبير ابتسم. Oh no we use horses here he said. قال لي لأ إحنا ما بنستخدمش هنا بنزين خالص. وقال لي إحنا ما بنستخدمش غير أحصنة فقط. Horses I thought. قلت له حصنة. Horses are very slow. قلت له الأحصنة بطيئة جدا.
وسألت نفسي قلت هما ليه مش بيستخدموا عربيات. But I didn't say that to the old man. لكن أنا ما قلتش للراجل الكبير دوت الكلام ده. I felt happy there. أنا كنت مبسوط هناك. I stayed all day. قضيت اليوم كله. And I ate dinner with them that evening. وعشيت هناك برضو معاهم. Then the girl and I went out into the garden. وبعد كده أنا والبنت مشينا في الجنينة. The girl's name was Mary. البنت كان اسمها ماري. This is nice. We like having visitors. قالت لي دي حاجة جميلة، احنا بنحب اللي بيزورونا. We do not see many people here, she said. وقالت لي احنا ما بنشوفش ناس كتير هنا. We spoke happily. She was very beautiful. احنا اتكلمنا مع بعض وكنا مبسوطين قوي بالكلام بتاعنا، وهي كانت جميلة جدا. But after a time she began to talk quietly and her face was sad. بعد شوية وقت هي بدأت تتكلم بالراحة ووشها كان حزين. Why are you sad? I asked her. وسألتها قلت لها أنت حزينة ليه؟ I cannot tell you. You are only a visitor here. أنا ما أقدرش أقولك. هي قالت له أنا ما أقدرش أقولك، وأنت مفيش غيرك هنا اللي بتزورني، أو أنت الزائر الوحيد اللي هنا. We have to say goodbye tonight. ودلوقتي جه وقت إن أنا أمشي وهقولك مع السلامة الليلة دي. You have to go now, she said. وقالت لي أنت لازم تمشي دلوقتي. I didn't understand. I loved her. أنا ما فهمتش هي تقصد إيه بكلامها، بس أنا حبيتها. I loved her يعني أنا حبيتها. I knew that. أنا حسيت بكده. And I wanted to help her. وكنت حابب إن أنا أساعدها. Why did I have to go? وأنا أمشي ليه طيب؟ أمشي ليه؟ مش عارف. But Mary said again in a sad voice, you have to go. لكن ماري قالت لي بصوت حزين، قالت لي أنت لازم تمشي، أو المفروض إنك تمشي. It is dangerous here. قالت لي المكان هنا خطر عليك. So I said I'll go to the next town and find some petrol. وقلت لها أنا هروح دلوقتي لمدينة بعديكو أو بعدكو وأحاول أدور على بنزين. Then I'll come back. وبعد كده هاجي تاني. She didn't speak. هي ما ردتش عليا أو اتكلمت معايا. I love you, Mary, I said. وقلت لها أنا بحبك يا ماري. And I'll come back to you. وهجيلك مرة تانية. You won't stop me. انت مش تقدري توقفي مشاعري اللي أنا حسيتها معاكي. She said goodbye to me at the door. وقالت لي مع السلامة من على الباب. Her face was very sad. وشها كان حزين جدا. And I was sad too. وأنا كمان كنت زعلان. I didn't want to go. أنا ما كنتش عايز أمشي. Chapter 3. الفصل الثالث. Strange Secret. سر غريب. It was midnight. كان الوقت منتصف الليل. The night was very dark. الليلة ديت كانت مظلمة جدا. But I walked and walked. لكن أنا مشيت وفضلت ماشي مكمل مشي. I was very tired when I saw the lights of a town. أنا كنت تعبان جدا لغاية لما شفت أضواء المدينة. I found some petrol. أنا لقيت بنزين. And then I asked the name of the village. وبعد كده سألت على اسم القرية ديت. But the man at the garage gave me a strange look. لكن الراجل اللي كان في محطة البنزين أو في الجراج بصلي كده باستغراب. What village? he asked. وقال لي سألني قال لي قرية إيه؟ I told him about the village. أنا قلت له على القرية. I told him about the old houses and the people with strange clothes. وكمان قلت له على الناس
اللي هناك والبيوت القديمة، وإن الناس هناك كانوا لابسين لبس غريب جدا. Again he gave me a strange look. ولقيته تاني بيبصلي بطريقة غريبة، باندهاش، مستغرب ايه اللي أنا بقوله ده. He thought and then he said. هو قعد يفكر وبعد كده قال لي There was a village there but it isn't there now. هو كان في قرية بس هي مش موجودة دلوقتي. There are stories about it, strange stories. وقال لي إن في قصص عن القرية ديت، قصص غريبة. What do people say about it? I asked. سألته هو الناس بتقول ايه عنها طيب؟ He didn't want to tell me. هو ما كانش عايز يقول لي. But then he said. لكن بعد كده هو قال لي There was a big fire in the village. كان في حريقة كبيرة قوي في القرية ديت. Everybody died. كل الناس اللي فيها ماتوا. There aren't any people or houses there now. وقال لي إن مفيش فيها النار اللي حصلت في القرية ديت، ما خلتش فيها أي ناس عايشين خالص، ولا في بيوت هناك دلوقتي أو في الوقت الحالي. How did it happen? I asked and why. وسألته، قلت له إزاي ده حصل وليه حصل. Oliver Cromwell killed them, he said. وقال لي إن في شخص اسمه أوليفر كرومويل قتلهم كلهم. He was angry with the villagers because they helped the king in the war. وهو قتلهم بسبب إن هو كان متعصب أو كان مخنوق من المزارعين أو القرويين علشان كانوا بيساعدوا الملك في الحرب. I couldn't speak. ما قدرتش أنطق ولا أي حاجة ولا أي كلمة. This isn't right, I thought. قلت أكيد الكلام ده مش صح. That war happened 350 years ago. وقلت في بالي إن الموضوع دوت حصل من 350 سنة. إزاي هو أنا شفت البنت وشفت أهلها وقعدت في البيت وأكلت واللي هو بيقوله دوت إن هو اللي حصل دوت من 350 سنة، إزاي يعني؟ Then I remembered the strange clothes. وبعد كده افتكرت اللبس الغريب اللي كانوا لابسينه. The long hair, the food, the fire, and the old houses. وقعدت أفكر وافتكرت اللبس الغريب اللي كانوا لابسينه وشعرهم الطويل والأكل بتاعهم والنار والبيوت القديمة. And I remembered too about the horses. وبرضو افتكرت الحصينة اللي هم كانوا بيستخدموها وقالوا لي احنا بنستخدم حصينة بس. But I don't understand. I cried. لكن أنا ما فهمتش. أنا بكيت. I saw the people and the village. وصرخت بصوت عالي أو زعقت مع الراجل، قلت له طب إزاي أنا شفت ناس وشفت قرية. I spoke to some people there. واتكلمت مع ناس هناك. The man looked quickly at me and then he spoke. ولقيت الراجل بيبصلي بسرعة وبعد كده قال لي There is an interesting story about the village. وقال لي إن في قصة شيقة عن القرية دي. For one day every 10 years. في يوم من الأيام كل 10 سنين في يوم it lives again. بتحيا القرية دي تاني. But only for one day. لكن القرية دي بتحيي ليوم واحد بس. دي القصة الغريبة عن القرية، إن هي بتحكي تاني كل 10 سنين يوم واحد لمدة يوم كامل. Then it goes away again for another 10 years. وبعد كده بتختفي القرية ديت لمدة 10 سنين تانيين. On that one day you can find the village. وفي اليوم دوت كل 10 سنين ممكن إن أنت تلاقي القرية موجودة وفيها ناس وفيها بيوت وحسنة وكده وفيها حياة يعني. But you have to leave before morning. لكن أنت لازم تمشي قبل ما يجي النهار عليك. Or you will never leave. أو مش هتقدر إن أنت تمشي منها أبدا. Can this be right? I thought. وفكرت وقلت
يا ترى الكلام ده ممكن يبقى صح؟ perhaps it was. إذ ربما كان في حاجة زي كده. ماري said you have to go. وماري قالت لي انت لازم تمشي. she loved me. هي حبتني. but she said we have to say goodbye. لكن هي قالت لي ان احنا لازم نمشي دلوقتي ونسلم على بعض وايه ونقول مع السلامة. she was afraid for me. هي كانت خايفة عليا. now I understand. I thought. ودلوقتي انا افتكرت وفهمت ايه اللي حصل وقدرت افهم هي كانت بتقول كده ليه. I went back to the village. انا رحت تاني القرية but it wasn't there. لكن ما كانتش موجودة فعلا. I looked again but I couldn't find it. انا بصيت تاني بس ما لقيتش القرية دي. I saw only flowers and trees. انا ما شفتش هناك غير زهور واشجار. I heard only the sound of the birds and the wind. وما كنتش شايف أو سامع غير صوت العصافير وشايف إن في رياح. I was very sad. أنا كنت حزين جدا. I sat down on the ground and cried. قعدت فضلت قاعد وكنت حزين وقعدت على الأرض أعيط. I will never forget that day. أنا مش هنسى اليوم ده أبدا. I remember Mary and I will always love her. أنا فاكر ماري وهفضل أحبها على طول. Now I only have to wait 2 months. دلوقتي المفروض إن أنا أستنى شهرين. The village will connect back again. القرية ممكن تعود مرة تانية. On the right day. في اليوم المناسب. I will go back. وبعد كده في اليوم المناسب هرجع مرة تانية. I will find her again. هو عنده أمل إن هو يلاقيها مرة تانية. My love with the long black hair. حبيبتي اللي هي بشعر طويل ولونه أسود. And this time. وفي الوقت دوت I will not leave before morning. وبعد كده أنا مش همشي غير قبل النهار. I will stay with her. أنا هقعد معاها. طبعا هو بيتمنى ان هو لما هيجي بقى كمان 10 سنين هيقدر ان هو يشوفها تاني ويقعد معاها وبعد كده مش هيمشي بقى من القرية تاني يعني يختفي معاها بقى مع القرية وكده. طبعا هي قصة شيقة ورعب شوية كده يعني. اتمنى تكون القصة عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واللي ما اشتركش في القناة يشترك ويشرفني بالاشتراك. شكرا جزيلا. Thank you so much.